تخيل معايا انك راجع من مشوار مع عيلتك، والطريق كان فاضي والدنيا كانت ضلمة، مفيش غير صوت نفسك وصوت موتور العربية. بس فجأة تلمح نور جاي من بعيد، لا هو نور كشاف عربية ولا نور عمود إنارة، هو نور جاي من جسم غريب كأنه مستنيك. يوم سنة 1993 كيلي كيل كانت راجعة هي وعيلتها في طريق في استراليا. الدنيا كانت هادية والطريق كان مظلم، بس فجأة لقوا قدامهم جسم ضخم شكله غريب منور بنور أبيض بيخطف العين. كيلي كانت بتقول إنها شافت أشكال شبه البني آدمين واقفين جوه المركبة، عيونهم سودة ونظراتهم باردة، ومرة واحدة المركبة دي اختفت في ثانية. بس بعدها ضوء أبيض شكله غريب غطى العربية كلها. آخر حاجة كيلي بتقول إنها فاكراها إنها حست بجسمها بيتشل بالكامل، وفجأة بيبصوا في الساعة لقوا ساعة من حياتهم اختفت. طب راحوا فين ولا ايه اللي حصل؟ بس لقوا نفسهم مش فاكرين أي حاجة، كأنهم دخلوا جوه فجوة زمنية. وبعد كام يوم كيلي جسمها بدأ ينهار، تعب وصداع شديد وعلامات غريبة ظهرت عليها. طبعا كيلي ما سكتتش وراحت لدكاترة وعملت فحوصات كتيرة جدا، وبعدين تحت التنويم المغناطيسي بدأت تفتكر. بتقول إنها شافت حاجات غريبة جدا، كائنات شكلها غريب عيونهم سودا وواقفين حواليها، هما ما تكلموش، بس هي كانت مرمية على ترابيزة وأجهزة شكلها غريب وعجيب حواليها. وساعتها حست إنها مجرد عينة في تجربة أكبر منها بكتير. وبعدها على طول القصة انتشرت في كل الصحف الأسترالية والبرامج اتكلمت عنها، وكيلي نفسها كتبت كتاب سنة 1996 وقالت فيه كل حاجة حصلت لها بالتفاصيل. لكن الأغرب إن في تقرير كامل اتكتب وقتها، أكتر من 300 صفحة بتحلل اللي حصل. اتقال إنه موجود بس عمرك ما هتلاقيه، اختفى فجأة كأنه عمره ما اتكتب. وساعتها الناس اتقسمت فريقين، في اللي قال إن ممكن تكون دي هلاوس جماعية، وناس تانية قالت إن الفضائيين موجودين بجد وبيخطفوا الناس وبيعملوا عليهم تجارب. بس السؤال المهم اللي لحد دلوقتي محدش عارف يجاوب عليه، ليه التقارير اللي كانت بتثبت تفاصيل الحادثة دي اختفت كده فجأة؟ ودي ما كانتش العيلة الوحيدة اللي الزمن اتسرق منها. بعدها بسنتين طيار في أمريكا هيتعرض لنفس التجربة ويمكن أسوأ. نور غريب، فجوة زمنية، أسرار غامضة اتقالت له من جوه مركبة فضائية بتقول إن هم راجعين. يا ترى هم مين دول اللي راجعين؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو اللي جاي.